بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدمن تائب. ابتليت بتعاطي المخدرات وسافرت إلى جهات، إلى سنغافورة وبانكوك والصين، وأجيب فصوص وأجيب طقومة وأفصل. ما كنت أعلم إيش معنات المخدرات ولا كنت أعلم بها، وهي بدت معايا كدخان عادي. وعند سفرياتي وأنا أسافر إلى سنغافورة، أحد الشركات قد دلني على بانكوك إن أنا أجيب الفصوص منها، واتجهت إلى بانكوك وتعلمت الحشيش. ومن هناك بدأت أسافر كثير وأرجع عشان أجي أتعاطى بس هناك. وبعدين من هناك الزملاء اللي هناك دلوني على هنود إن أنا أشتريها من مكان معين، واشتريت وبدأت أتعاطى، وبدأت أدخل في مواضيع التعاطي لحد ما فقدت السيطرة تماما. فبدت عندي المرحلة تنقص معايا، فقدت الدكان الأول والثاني والثالث. أنا من الناس اللي أنا كنت سعيد بحياتي، ولكن دخلت المخدرات بدت تضغط علي الضغط. وأنا عرفت أنه اللي بيتعاطى المخدرات يفقد سيطرة، يفقد دينه، يفقد حياته، يفقد أولاده، يفقد كل ما في حياته في دنيته. أنا فقدت زوجتي، أنا فقدت أمي، أنا فقدت أبويا. أنا من الناس اللي انسجنت كذا سجنات، في مكة، في جدة، في جدة، في جدة، في جدة. أرجع للطائف، سجنت في الطائف، بدأت أروج. أنا اللي كان عندي محلات الذهب، أنا اللي كان عندي الخير، أنا اللي كان كل شيء في يدي. أنا من الناس اللي كنت أركب السيارة سنة ما عاد أركبها ثاني سنة. أنا من الناس إذا دخلت غرفة النوم وقعدت فيها 6 شهور ما أكملها بعد 6 شهور أغيرها، العفش كامل. ولكن وصلتني المرحلة مو على مادة، وصلتني المرحلة إن أنا فقدت أغلى ما في حياتي. وآخر سجن انسجنتها في حياتي وكانت الوالدة في المستشفى، خرجوني من المستشفى بطلب من الوالدة إنها تبغى تشوفني وهي على أواخر عمرها. نزلت من المستشفى من السجن ورحت على المستشفى وزرتها، وكانت هي آخر زيارة. طلبت مني طلب واحد: إذا تحب ربك وقف عن المخدرات. المصيبة اللي أنا تعبت فيها إني ماني قادر أوقف، ما عندي القدرة إني أوقف بأنواع المخدرات كلها، بالشراب والحشيش والهيروين والأفيون كلها، بس ما قدرت. وفي يوم من الأيام وأنا قاعد عند مسجد في صلاة جمعة مستني الشخص يخرج البياع على أساس أشتري منه، وأسمع الإمام يقول: ولا تقنطوا من رحمة الله. أنا فقدت الرحمة. أنا أقول قسما بجلال الله ما هي كلام بقولها، يشهد الله علي أنا بقولها من ألم. أنا كنت أقول ربي ناسيني، ترى إنه أنا اللي ناسي ربي. ربي بيرزق العالم كلها، ما بيرزقني، لأني ماني عارف إيش السبب، ماني داري ليش ماني قادر أتوقف. ونزلت على مكة. أخواني قد ما حاولوا معايا في العلاج في خارج المملكة في كذا مدينة إنهم يساعدوني، قفلوا بيبانهم، لأني استخدمت معاهم كل أساليب المكر، من سرقات سيارة، سرقات مكيفات، سرقت من أخواني لحد إنه صاروا والله واحد من أخواني يقول لي: والله العظيم صرت أنزل مكة وأقول يا رب اختاره. ترى فضحنا، برغم أنهم كلهم مدرسين، واللي في المطار واللي في الطيران واللي في الخطوط. ولكن أنا في بلد كريمة، برغم أني آسيت، برغم أني في السجن ندرتني حكومتي أني أنا أروح أزور والدتي، ورجعت. وتاني يوم أتوفت الوالدة، خلوني ندرت، رحت دفنتها في مكة ورجعنا.
وتاني يوم أعطوني إطلاق سراح. فتحت لي مستشفى الأمل. ضاقت الدنيا ورحت الحرم وصرت أدعي. قسما بالله العظيم مسكت للملتزم وصرت أقول يا رب يا رب يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم، ساعدني على ما أنا فيه. يا رب وجهني، يا رب اهديني. أنا فعلا ودي أتوب. قسما بالله أكلم الرب الكريم وحاسس إنه هو شايفني. أنا نفسي أتوب، أنا ودي أتوب. نفسي يرجع سامي كما كان، نفسي يرجع سامي لأولاده. فقدت بنتي اليوم في الجامعة، فقدت ولدي اليوم في الثانوية. ضاعت علي الدنيا، لكن فضل من الله سبحانه وتعالى. إحدى من المرشدين وما زال معانا الأستاذ مصطفى ساعدني على دخول المستشفى وضمني وارشدني. قعدت في المستشفى حتى تعالجت وأخذت دورة الإرشاد وخرجت واتجهت على الجمعية الخيرية. أنا أي محاضرة بأديها بحس نفسي أني أنا اليوم مسؤول، لأني أنا في بلد أنزل الله سبحانه وتعالى أفضل ما خلق على الأرض سيدنا محمد، وأنزل القرآن عليه. أنا ببلد اللي أنا الناس بيجوا لها من آخر ملك الله عشان يجوا يزوروا بيته، ويجوا له من آخر ملك الله عشان يزوروا الحبيب المصطفى، وهو جنبي وأنا ماني قادر. قد عافيت وخرجت، ما زالت الحياة والألم موجود. راح اللي راح، يقول راح خلاص، اللي راح راح. وتأمل الحاضر يا سامي، خلاص انتهينا، عيش يومك. أنا ما زالت عندي الرغبة، بس التعافي علمني والبرنامج. أنا أمر في شارع كنت أتعاطى فيه، تجيني فكرة التعاطي. في مجرد أنا بتفرج على فيلم قصة حلوة والرجل بيشرب شراب، الشراب اللي كنت دائما أشربه، قسما بجلال الله أحسه في حلقي طعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: نهينا من الجهاد الأصغر وبدأنا في الجهاد الأكبر. قالوا ليش الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال لهم جهاد النفس. فالإدمان ما هو كلام، الإدمان ما زال معايا. الإدمان بيعذبني وبيحاول إنه يوجهني، يحاول إني أرغب، برغم إنه الضغوط النفسية اللي بتجيني بيقول لي اتعاطاها خلاص كل شيء، خد واحدة جرعة. والتعافي يقول لك جرعة واحدة ما تكفيك ولا الآلاف ما حتشبعك. وأنا بطلع مع الجمعية وبشوف شباب كم من المآسي، كم من العذاب اللي بتعذبوه. وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بكل اللي أنا أقوله وبحاسس فيه، وبحاول إني ما أبغى أحد يوصل في اللي أنا وصلته. ما أبغى أنا اللي كنت في الخير، قسما بجلال الله ربي يعلم إني نمت في، الله يعزكم، في أماكن ما ينام فيها أحد. لو الله يعزكم حيوانات ويعز السامعين ما يناموا فيها، والله نمت فيها. طيب ليه؟ عشان تبى تنسى؟ طب ما حتنسى. هي نص ساعة، طب وبكرة؟ ساعتين، طب وبعده؟ 10، طب وبعده؟ لا محالة. اليوم برنامج يعلمني، وفضل من الله سبحانه وتعالى إني أنا كيف أتعامل مع نفسي. اليوم بجاهد نفسي، اليوم بشوف الجمعية الخيرية بوقف معاها من المحاضرات وبتدي بعد المحاضرات، والفضل لله، ثم للمستشفى والجمعية، وصرت أروح بينهم وأجي. وأنا أتمنى من بعد الشيوخ ما قالوا لي من الأحاديث، لو واحد تاب على يدك شوف الله الأجر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. اللي أبغى أقوله أنا أحمد الله وأشكره، قسما بجلال الله لا هي مجاملة ولا هي رياء، قسما بجلال الله
أقولها وأنا بكل إحساسي، إني أحمد الله وأشكره إني من البلد هذا، أحمد الله وأشكره إني من البلد هذا. أقول الأرض اللي أنا بمشي عليها ما هي تراب، والله أرفع التراب وأبوس عليه لأني أنا من أهل هذه الأرض، وأحمد الله وأشكره إننا في جمعية وفي ناس بيدوروا علينا وبيسألوا عننا، بيشوفونا، بيدورونا، بيحاولوا، بيجاهدوا، بيسافروا وبيجوا وبيروحوا وبيطالعوا في الشباب. لا 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 لا. ليه؟ والله ما هي كلمة بسيطة، كلمة لا سهلة تنطقها، ولكن أجي ألاقي نفسي من الصعوبة لأني أنا مدمن. واليوم الإدمان علمني دروس، يقول لك إن كنت ما تعرف فديك مصيبة، وإن كنت تعرف إنك تعرف فالمصيبة عظمى. اليوم أنا عندي المصيبة عظمى لو غلط، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا أحمد الله وأشكره، أحمد الله وأشكره إني من هذه البلد، أحمد الله وأشكره إني ما زلت بروح مع الجمعية، وأني شغال في المستشفى وباسي وبسوي جهاد، وهذا جهاد لله سبحانه وتعالى. هذا بلاغ للناس، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب.